السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكاترة أولى ثانوي، ازيكم يا ولاد؟ أخباركم إيه؟ يا رب تبقوا بخير دايما وفي أحسن حال. يلا نكمل حل التقييمات. هتلاقي طبعا في نفس البلاي ليست اللي نازل لك فيها الفيديو ده هتلاقي بقية تقييمات الأسابيع اللي فاتت موجودة، لو ناقصك حاجة تكملها. طيب وما تنساناش بقى بدعوة حلوة كده بظهر الغيب في اليومين المفترجين دول. طيب يلا نقول بسم الله ونبدأ. أول سؤال بيقول لك إيه؟ Choose the correct answer. What is the primary goal of proper disposal of الchemical waste؟ يعني يا مستر ايه الهدف برايمري الاساسي والرئيسي من عمليه الديسبوزل بتاعه الكيميكال ويست، يعني التخلص من النفايات الكيميائيه؟ هل الهدف الرئيسي يا دكتور ان انا اقلل الويست فوليوم؟ لا. امال دي من ضمن الستبس بتاعه الديسبوزل وليست الهدف الرئيسي. امال ايه الهدف الرئيسي؟ ان احنا نعمل بروتكشن للانفايرومنت، ده صح، وكمان نحافظ على الهيومن هيلث، ده في المقام الاول طبعا. خلاص، يبقى احنا بنبروتكت الانفايرومنت وبالتالي انت بت ايه، بتبروتكت كمان الهيومن هيلث، فده طبعا البرايمري جول لعمليه الديسبوزل. امال يا مستر لو هنزود الايكونوميك افيشنسي، يعني زياده الفاعليه الاقتصاديه، والله دي تيجي برضو من ضمن الستبس بتاعه الديسبوزل، على اساس لو انت هتعمل مثلا ريوز لحاجه من الحاجات ديت. خلاص. طب كيميكال ريوز اللي هي يعني هتعمل ايه، اعاده استخدام ليها، فكل دي عباره عن ستيبس وليست برايمري جول. اذا يبقى الرايت تشويس طبعا هتكون نمبر ايه، نمبر بي. طيب عظيم قوي. بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف سؤالنا التاني. بيقول لك ايه؟ what is the first step in the chemical waste disposal process؟ هو عايز اول خطوه خالص بنعملها يا دكتور. طيب تعال نقرا كده ونشوف اختياراتنا. اول حاجه بيقول لك burning الويست in الهاي temperature furnaces. بص يا معلم، الخطوات بالترتيب كالاتي. رقم واحد يا دكتور احنا بنعمل حاجه اسمها كاتيجورايزيشن. خلاص، يبقى كاتيجورايزيشن وسيجريجيشن، ده رقم واحد. يبقى اول حاجه خالص كاتيجورايزيشن، يعني نقسمهم لكاتيجوري ونعمل سيجريجيشن ونبتدي نعزلهم عن بعض. دي اول خطوه. طيب الخطوه الثانيه يا مستر بنعمل ستورج بس تمبوراري. خلاص، يبقى تمبوراري ستورج، تخزين مؤقت. حلو حلو. طب الخطوه الثالثه يا مستر نبتدي نعمل حاجه اسمها تريتمنت، على حسب بقى التكسوستي وعلى حسب الكيميكالز معانا ويست عامله ازاي بالظبط. تمام كده. طب يبقى خطوه الايه، التريتمنت، دي الخطوه الايه الثالثه. الخطوه الرابعه بقى اللي انت بتعمل حاجه اسمها فاينل ديسبوزل. طب الفاينل ديسبوزل ده يا دكتور ده بيتم عن طريق ثلاث خطوات، حاجه من الثلاثه يعني. خلاص، تعمل بقى بورال للسبيشال لاندفيلز، يعني ندفن، او بيرنينج في هاي تمبريتشر، او ريسايكلينج، حاجه بقى من الايه، من الثلاثه دول. تمام كده. وبعد كده في الاخر خالص بنعمل حاجه اسمها ايه، مونيتورنج، مراقبه طبعا، وفولو اب. خلاص، ومتابعه ومراقبه للحاجات بعد ما اتدفنت او بعد ما اتخلصنا منها. جميل. دول كده يا دكتور الستبس بتاعت الديسبوزل. فهو بيقول لك بيرنينج الويست ان الهاي تمبريتشر فيرنسز، دي ليها علاقه هنا بايه يا دكتور؟ بخطوه الفاينل ديسبوزل، دي الخطوه الرابعه، وهو عايز الفيرست ايه، الفيرست ستيب، يبقى دي مستبعده. طب الستورج اوف الويست ان برايفت لاندفيلز، بص خطوه الستورج كانت الخطوه الايه، الثانيه مش الاولى، يبقى دي كمان مستبعده. طب اعمل كلاسيفيكيشن يعني تصنيف، وسيباريشن فصل اللي هي سيجريجيشن يعني، اوف الويست اكوردنج تو التايب، ايوه يبقى هي دي كده الاجابه المنطقيه. طب مونيتورنج اوف السايتس يوزد فور الفاينل ديسبوزل، دي اخر خطوه خالص، يبقى دي كمان مالها يا مستر، مستبعده. Which of the following methods is used to convert التوكسيك chemical waste into less hazardous substance، اللي هي خطوة التريتمنت طبعا. احنا قلنا يا دكتور في خطوة التريتمنت خطوة المعالجة. تمام. بنبتدي نعمل ايه يا مستر؟ بنبتدي والله ان احنا نعمل بعض التريتمنت للكيميكال ويست عن طريق مثلا النوع بتاعها، في تريتمنت بالكيميكال ميثودز، ان لو كانت هي اسيد نحط لها بيز، ولو هي بيز نحط اسيد، يعني انت بتقلل الايه، التكسوستي بتاعت السبستانس اللي موجوده، او عن طريق الاكسيديشن ريدكشن. قلنا والله بقى لو كانت مايننج، لو كانت يا دكتور مايننج ويستس، فدي في الحاله دي بنفصلها عن طريق صوره من الاثنين. ايه هما؟ يا بريسيبيتيشن، خلاص بريسيبيتيشن بالترسيب، وكده كده هنبتدي نعمل له ايه، فلتريشن. يبقى بريسيبيتيشن بعد كده ايه، فلتريشن. خلاص. طيب فهو بيقول لي بقى مين من الفولوينج ميثودز انا هستخدمه عشان احول التوكسيك كيميكال لليس هازاردز؟ هل نعمل بورالز ان البرايفت سيمتريز؟ لا طبعا. يعني ايه يا مستر؟ يعني بيقول لك ندفنها في السيمتريز خاصه؟ لا.
طب كيميكال تريتمنت يعني معالجه كيميائيه، ولا ريسايكلينج، ولا بيرنينج ان الهاي تمبريتشر فيرنسز؟ لا، ما احنا عايزين ايه عشان نحولها لسه، يبقى هنعمل حاجه اسمها كيميكال ايه، كيميكال تريتمنت يا دكتور. هي دي كده الايه اللعبه. خلاص. طب ريسايكلينج، لا، خطوه الريسايكلينج دي هنا في خطوه الفاينل ديسبوزل. طب بيرنينج ان الهاي تمبريتشر برضه في خطوه الفاينل ايه، الفاينل ديسبوزل. خلاص، يبقى دي كمان ايه يا دكتور، مستبعده. تمام كده. سؤالنا الرابع بيقول لك ايه؟ بيقول why should sites used for the final disposal of the chemical waste be monitored over time؟ ليه لازم تتراقب طول الوقت؟ والله عشان نضمن يا دكتور انه مش هيحصل ليكج، يعني تسريب، خلاص، ولا في نفس الوقت يحصل ايه، يحصل بوليوشن. يبقى لا ليكج ولا يا دكتور ولا بوليوشن. طيب، وبناء عليه بيقول لك to ensure that the waste is not reused، لا طبعا. طب to ensure ان that there is no leakage او pollution، ايوه هي ديت بالظبط، هو ده اللي بيخلينا نمونيتورنج الايه، السايتس بتاع الفاينل ديسبوزل. طب نزود الفوليوم بتاع اللاند فيلز يوزد، لا طبعا. طب نimprove الكواليتي بتاعت الستورد ويست، برضو لا. هي احنا عايزين حاجه محدده ان هي نطمن ان مفيش اي ليكج تسريب ولا بوليوشن هيحصل بعد كده، فلازم طبعا بنتابعه من حين لاخر. طيب، السؤال الخامس، الالومنيوم از اكستراكتد فروم البوكسايت، صح. مين البوكسايت يا دكتور؟ اللي هو ده Al2O3. or add the following chemical equation. بص يا عم، زي ما قلت لك في الشرح كده على المنصه، قلت لك ايه يا دكتوره؟ قلت لك ده عباره عن ايه، reducing agent، فهيروح يسحب مين، يسحب الاكسجين. طب 3 كربون ياخدوا 3 اكسجين، يطلع لي يا مستر 3 كربون داي اوكسايد. خلاص، فطلع لي 3 كربون داي اوكسيد. مين اللي اتبقى؟ 2 في 2 بكام؟ ب4. يتبقى 4 الومنيوم، بس كده. يبقى انا عايز دلوقتي 4 الومنيوم، خلاص، و3 كربون داي اوكسيد. 4 الومنيوم 3 كربون داي اوكسيد، 4 الومنيوم 3 كربون داي اوكسيد، ها، كربون داي اوكسيد. خلاص، يبقى هي دي كده الرايت ايه، الرايت تشويس. طيب، يلا سؤالنا اللي بعده. يلا يا دكتور، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. What is a significant environmental impact of المايننج؟ خد بالك بقى، هو عايز ال significant environmental impact، التأثير يا باشا الايه اللي هو مش راحي. طب اول حاجه بيقول لك امبروف الاير كواليتي. يا راجل الكلام ده ما بيحصلش طبعا. ليه؟ ده اثناء المايننج بيبتدي يخرج يا دكتور بعض الفولاتايل سبستانس، خلاص، اللي بتاثر طبعا على الكواليتي بتاعت الاير، بلس ان بيبقى فيه ميثين جاز، ممكن يحصل اكسبلوجن، ممكن يحصل بلاوي كتير قوي في حته الاير كواليتي دي، طبعا كدب يعني. طب الحاجه الثانيه ايه هي يا مستر؟ بيقول لك increasing in البايو دايفرستي. بالعكس، ده انت بتقلل البايو ايه، البايو دايفرستي. يبقى انت لا بتحسن الاير كواليتي ولا حتى بتزود البايو دايفرستي. خلاص. طب هل بننكريز السويل هيوميديتي؟ بالعكس، انت بتقلل الهيوميديتي، وده اللي بيعمل ايه، بيخلي فيه الديستريبيوشن بتاع الانرجي ماله يا دكتور، مش ايكوال. حلو كده، وبيحصل خلل في الديستريبيوشن بتاع الانرجي. طب بقى كوزز السويل ايروجن اند هابيتيت ديستراكشن، بالظبط. والله يا دكتور الامباكت السيجنيفيكانت على الانفايرومنت في عمليه المايننج ان هو فعلا بيعمل ايه، سويل ايروجن، صح. وكمان بيكون في بريشر، فانت في بريشر وايروجن، وفي نفس الوقت طالما في ايروجن تعريه، فبالتالي يحصل لك هابيتيت ايه ديستراكشن، يعني تدمير للمواطن الايه الطبيعيه. فاذا يبقى هي دي كده الرايت تشويس، وهي دي فعلا اللي يكون سيجنيفيكانت ايه انفايرومنتال امباكت. خلاص. طب يلا نشوف اللي بعده. بيقول ايه بقى يا ترى، يا هل ترى؟ بيقول لك the moist soil. مالها المويست soil؟ have not ability to retain الهيت for longer periods of time compared to dry soil. طبعا المويست سويل فعلا بتشيل او بتريتين الهيت بنسبه اعلى من الدراي. ليه؟ عشان فيها ميه، والميه قلنا سبيسيفيك هيت مالها عاليه، فبالتالي كل ما بنرش ميه بتسحب الحراره وبتخزنها فيها. يبقى المويست سويل هاف نو ابيليتي، غلط. ايكوال ابيليتي، غلط. لور ابيليتي ان هي تريتين الهيت فور لونج بيريود، لا طبعا هي جريتر ايه ابيليتي، عندها ابيليتي اعلى من الدراي سويل. يبقى ابيليتي عامله ازاي؟ يبقى greater ability compared للدراي سويل، فدي كده مظبوطه زي الفل. طيب يلا نبص على اللي بعده. بيقول لك ايه؟ The showing chart illustrate the process of the gold extraction from its ore. طيب ادي الجولد مع الاكسجين مع الميه، مظبوط مظبوط. طيب بنضيف له الكومباوند اكس. مين اكس؟ اللي هو اصلا صاحب اللعبه، اللي هو الصوديوم سيانايد. فاحنا دوبنا الجولد في الصوديوم سيانايد عشان يبقى سوليوشن. خلاص، فعشان يبقى سوليوشن يبقى صوديوم سيانايد صح، سيانايد صح، صوديوم نيتريت غلط، نيتريت غلط. يبقى انا كده استبعدت اجابتين.
جميل جميل. طب بعد ما تكون الصوديوم جولد سيانايد خلاص، او زي ما قلت لك يا دكتور صوديوم داي سيانو اوريت، حلو حلو، مع الصوديوم هيدروكسيد، ايه اللي يحصل؟ قال لك باي يوزنج السبستانس واي الجولد سيبريتد، احنا بنفصله باكتر من طريقه. الطريقه اللي مكرره عندك في منهجك اللي هي الاكتيف ايه؟ الاكتيف كربون. خلاص يبقى اكتيف كربون. فقال لي اكتيف كربون، اقول له صح، سلفوريك اقول له غلط، يبقى دي كده مستبعده، يبقى هي دي كده الرايت تشويس. اللي بعده، صليت على النبي صلى الله عليه وسلم. الشوين chart illustrates the chemical reaction in the process of iron extraction. حلو. الايرن بنعمل له اكستراكشن يا دكتور من الهيماتايت. مين الهيماتايت؟ Fe2O3 in the blast furnaces. حلو، او blast furnace using الكوك. الكوك ده اللي هو فحم الايه؟ الكربون. حلو، اللي هو الكربون يعني فحم الكوك. What are the two substances X و Y؟ يلا يا عم. اولا جبنا الكربون داي اوكسيد. هو اصلا يا دكتور الكربون داي اوكسيد اتحضر امتى؟ ركز بقى معايا. اول حاجه بنضيف الكوك، بنضيفه في وجود الاكسجين، يبقى في ستريم للاكسجين، فيبتدي يحصل ايه؟ يحصل اوكسيديشن للكربون ويكون كربون داي اوكسيد. فخد بالك البروسيس الاولانيه ديت اوكسيدايزنج لمين يا مستر؟ فور الكربون، زي ما قلت لك في الشرح بالظبط. الحاجات دي بيجي عليها اسئله. خلاص. طب الحاجه الثانيه يا دكتور ايه هي؟ الكربون دايوكسيد غاز وهو طالع قلت لك بيقابله مين؟ بيقابله اكسس من الكوك. مظبوط مظبوط. فيتحولوا الاثنين لكربون مونوكسيد. هو ده الريديوزنج ايجنت. ايه اللي حصل للكربون دايوكسيد؟ حصل له ريديوزنج، يعني حصل له ريدكشن. يعني يبقى الكربون دايوكسيد ريديوزد، يعني حصل له ريدكشن. خلاص. يجي بعد كده الكربون مونوكسيد يتحد مع مين؟ مع الهيماتايت. ف3 كربون مونوكسيد يروح يسحبوا ال3 اكسجين، فيطلع لي 3 كربون دايوكسيد بلس 2 ايرون يا مستر. وهي دي الخطوات بتاعتنا. فهو بيقول لك الكربون دايوكسيد ده بنضيفه على مين؟ هنضيفه على الكربون. خلاص. ونسخن فيدينا ايه؟ يدينا ريديوزنج ايجنت كربون مونوكسيد. طيب بعد كده بيقول لك بلس ونسخن يدينا الواي زائد الكربون دايوكسيد. ما هو الكربون دايوكسيد لو انا ضفته على الهيماتايت Fe2O3 يبتدي يدينا ايه؟ يدينا الاثنين ايرون وادي الكربون دايوكسيد. خلاص، اللي هم الثلاث خطوات اللي احنا قلناها اهو. بص انت هنا اهو بدأنا من اول هنا. يبقى هتضيف له ايه؟ هضيف له الكربون كوك اكسس فيديني كربون مونوكسيد. يبقى الاكس ده كربون مونوكسيد. خلاص. فهو بيقول لي الاكس كربون مونوكسيد صح، كربون مونوكسيد صح، كربون غلط، كربون غلط. طب الحاجه الثانيه الواي ده اللي هو مين؟ ده الايرن اللي طلع. يبقى الاي ده الايرن، عشان هو عايز مين اللي هيطلع؟ ده الهيماتايت طبعا، بنفعله مع الكربون مونوكسيد يدينا الايرن مع الكربون دايوكسيد. يبقى الايرن كربون مونوكسيد ايرن اوكسيد غلط، يبقى دي كده مستبعده، يبقى هي دي كمان الرايت ايه؟ الرايت تشويس. اللي بعده بيقول لك ايه؟ In the process of iron extraction from الهيماتايت or in the blast furnace using الكوك which of the following substance act as reducing agent؟ انا قلت لك يا دكتور reducing agent اللي عندنا كان مين؟ كان هو الكربون مونوكسيد. خلاص، يبقى reducing agent هو الكربون ايه؟ كربون مونوكسيد. يبقى فين يا مستر؟ نقول له كربون مونوكسيد دوت، فده كده مستبعد مستبعد مستبعد. عظيم جدا. اللي بعده يا دكتوره بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الالومنيوم از اكستراكتد فروم الكومباوند اكس. حلو، بص بص بص. الالومنيوم من الكومباوند، هو الالومنيوم بنعمل له اكستراكشن منين؟ من الاي ال 2 او 3. مظبوط مظبوط. فهو قال لك الاور اي ال 2 او 3 that is dissolved in الكومباوند واي. طبعا بتديزولف في الكريولايت. كريولايت. مين الكريولايت؟ اللي هي Na3AlF6. خلاص. وكمان بيتضاف عليها القليل من الفلوروسبار زي ما قلنا. تمام تمام. ودي كلها بتريديوز الميلتنج ايه؟ الميلتنج بوينت. باي الالكتروليسيس بالتحليل الكهربي بروسيسز. وات ار ذا نيمز اوف التو كومباوند اكس اند واي. خلاص. فهو عايز اسم الكومباوند اكس، طبعا ده اسمه بوكسايت هيماتايت لا، بوكسايت هيماتايت لا. طب الكومباوند واي اسمه كريولايت، يبقى بوكسايت كريولايت. اذا يبقى بوكسايت كوك مستبعده، يبقى هي دي كده كمان الرايت تشويس. عذرا. يلا اللي بعده. What is the common chemical used in الجولد extraction from its ore؟ يعني يا مستر ايه هي الكومن كيميكال يوزد؟ ايه هي الحاجه الكومن اللي بيستخدمها في عمليه الجولد اكستراكشن؟ السيانايد طبعا. سلفوريك اسيد لا، سيانايد صح، اللي هي الساينايد يعني. هيدروكلوريك اسيد نقول له باي باي. نيتريك اسيد شكرا يا معلم. يلا السي كويستشن بيقول لك ايه؟ In the process of iron extraction. حلو. from الهيماتايت اور اللي هي ال Fe2O3
in blast furnace using الكوك اللي هو الايه الكربون. what is the rule of the following. هو عايز دور الكربون واكتب الكيميكال ايكويشن والكربون مونوكسيد واكتب الكيميكال ايكويشن. بص يا معلم، اول حاجه خالص تعالى نشيل دي كده ونكتب من هنا بقى. اولا يا مستر ايه هنقول له؟ اول حاجه احنا بنضيف الكربون تو ستريم اوف الاكسجين تو فورم الكربون دايوكسيد. هل دور الكربون خلص؟ لا طبعا، دور الكربون في خطوتين يا معلم. يجي الكربون دايوكسيد يا مستر يتحد مع مين يا دكتوره؟ هتقول يا مستر يتحد مع اكسسه في الكربون. جميل جميل جدا. فيبروديوس دي ايه؟ ال2 سي او. فهمنا اللعبه؟ واضح تمام كده؟ لذلك ده كربون ده كربون، هم دول الخطوتين. يبقى اول حاجه يا دكتور نقول له كده ان الكوك هيرياكت with stream of الاكسجين تو فورم عشان يكون مين؟ انت شايف ايه قدامك؟ هتقول يا مستر كربون دايوكسيد عشان يكون الكربون دايوكسيد. طب بعد كده بقى نقول له ان الكربون دايوكسيد از ريديوزد يعني ريديوزد هيحصل له ريدكشن يعني. خلاص، ليه يحصل له ريدكشن؟ هو كان معاه اكسجينتين طالع معاه اكسجينه واحده، يبقى انا قللت الاكسجين برسنتج زي ما اتفقنا في الشرح على المنصه. خلاص، يبقى الكربون دايوكسيد از ريديوزد. جميل جميل جدا. with more carbon. ها تمام كده؟ يبقى with more او excess of الكربون. جميل. تو فورم ايه بقى؟ ها هتقول يا مستر تو فورم سي او. يعني من الاخر شفت الكلام ده انت بتشرحه، هتقول والله ان الكوك بيرياكت مع ستريم من الاكسجين تو فورم الكربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد هيرياكت مع اكسس اهو اكسس من الكوك تو فورم الكربون مونوكسيد اللي هو از ايه؟ از ا ريديوزنج ايجنت. هو ده ريديوزنج ايجنت. اصلا بنعمل كل التفاعل ده عشان نحصل على ريديوزنج ايجنت. خلاص. طيب ايه بقى دور الكربون مونوكسيد؟ اهو اخر ايكويشن بقى. ادي الاف اي 2 او 3 هيتحد مع 3 كربون مونوكسيد عشان يطلع لي 3 كربون دايوكسيد ما يفرقيش معايا مع 2 اف اي الايرون. فايه اللي حصل؟ هتشرح الكلام ده. يبقى نقول له الكربون مونوكسيد اكت از يا دكتور ريديوزنج ايجنت، يبقى عامل مختزل. خلاص. تو اكستراكت عشان نكستراكت مين يا دكتور؟ الايرون ان مولتن فورم. بس يا عم اللي انت جاوبته ده يعني بص انت عداك العيب وازح. خلاص. طيب حلو قوي جميل جدا. يلا اللي بعده. بيقول لك write two form the chemical waste disposal steps. عايز two form يعني صورتين من الكيميكال waste disposal steps. الخطوات. اول حاجه يا دكتور هنقول رقم 1 categorization and segregation. يبقى اول حاجه خالص الكاتيجورايزيشن اند سيجريجيشن. تمام كده؟ وده ليه يا دكتور؟ هنقول كده ده بيكون طبعا based on its type، يبقى هو مبني على النوع and الهازارد ليفل، يبقى مبني على التايب والهازارد ليفل. خلاص. وممكن بقى تقول له فور اكزامبل مثلا لو كان توكسيك او فليميبل فاهم او راديو اكتيف او رياكتيف او هكذا. طب الخطوه الثانيه اللي هي التمبوراري ستورج، يبقى تمبوراري ستورج يبقى التخزين المؤقت. جميل جميل. طب وده بيكون عباره عن ايه يا دكتور؟ ان احنا طبعا بنبتدي نعمل ايه؟ يبقى في ليبلز طبعا على الكونتينرز، وان احنا طبعا بنخزنها في كونتينرز. خلاص، عشان نتاكد ان مفيش اي ليكج هيحصل وهكذا. ده كده بالنسبه للايه؟ للتو فورم اوف الكيميكال ويست ديسبوزال ستيبس. طيب اخر سؤال بيقول لك explain after chemical waste has been disposed sites used for final disposal must be monitored over time. هنقول له كده to ensure عشان نتاكد no leakage مفيش اي تسريب بيحصل. خلاص. وده طبعا كان اجابه سؤال فوق. تمام كده؟ or pollution occurs. شكرا يا معلم. وبكده بفضل الله نكون خلصنا حلينا الاسئله التقييمات بتاعتك للاسبوع الخامس. ربنا يوفقكم وما تنساناش بقى بدعوه حلوه كده معاك بظهر الغيب. شكرا. سلام عليكم.